السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة وبخير عافية. اليوم جيت لكم بتدبيرة رائعة جدا، واللي هي وصفة خاصة بترطيب الشعر وتنعيمه وفرده بمكونات بسيطة موجودة في أي بيت. ولكن قبل ما نبداو في هذه الوصفه تاع اليوم او مكونات تاع الوصفه تاعنا، نتمنى من كل واحد دخل جديد للقناه ان يشترك فيها ويضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظه تنزيل الفيديو الجديد. راح نبدا مع اول مكون واللي هو الزبادي. كما تعرفوا ان الزبادي مفيد جدا للشعر، يعني يرطب لنا الشعر تاعنا وعنده فوائد عديده لتغذيه الشعر. يعمل على إزالة قشرة الرأس، لأن الزبادي يحتوي على خصائص مضادة للفطريات، كما أنه يمنع قشرة الرأس من ظهور في الشعر وفروة الرأس. كذلك يسيطر على الشعر المجعد، يعني يرطب لنا الشعر المجعد ويعمل على فرده. كذلك تعزيز لمعان الشعر الجاف، لمعان الشعر الجاف ومنع تساقط الشعر. كذلك نقدر نستعمل الزبادي أو الياغورت ناطيغ كبلسم للشعر، يعني فرد الشعر نقدر نستعملوه. الزبادي بعد الحمام، يعني بعد غسل الراس تاعنا بالشامبو العادي نقدروا نديروه كبلسم كابخي شامبو. نحتاج العلبه كامله، راح نضع العلبه كامله تاع الزبادي. ثم المكون الثاني واللي هو الخل. احنا راح نستعملوا الخل تاع العنب كيف راكم تشوفوا، هذا هو الخل تاعنا. ما نستعمل الخل الابيض، نستعملوا الخل البني يعني خل العنب. الخل يعمل على لمعان الشعر وحيويه الشعر كذلك، ويقوي لنا الشعر تاعنا ويخلصنا من هذيك القشره اللي تجي في الراس. نستعمل ملعقتين صغيره. ثم نقوم بخلط المكونين هذو جيدا. ثم نستعمل كذلك المكون الثالث واللي هو العسل. كما تعرفوا العسل يعمل على منع تساقط الشعر، وكذلك يقوي لنا الشعر تاعنا ويغذيه ويعالج لنا الشعر التالف، وكذلك الشعر الباهت اللي ما عندهش اللون تاعه. هذا العسل هنا راح يعطينا هذاك اللمعان وهذاك البارق تاع الشعر تاعنا، كذلك يغذي لنا الشعر بطريقه خياليه. على هذاك راح نستعملوا هذا المكون هنا لانه اساسي وحاجة شابة بزاف، لأنه عنده فوائد كثيرة متعددة. نضع ملعقتين صغيرة، أنني معبرتهم ملعقتين، يعني ملعقتين صغيرة من هذو تاع البلاستيك، ولا ملعقتين تاع الحديد عادي تاع اللي نسكرو بهم القهوة صغار. ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا، لأن هذه الوصفة صراحة جميلة جدا ومفيدة للشعر، وخاصة تستعملوها في الحمام، يعني قبل ما نشلو الشعر تاعنا بعد الشامبو نستعملوها كالابخي شامبو، يعني نستعملوها في بلاصة البلسم، نديروها في الحمام. بعد ما نخلطوا هذه الخلطة تاعنا جيدا، نتحصلوا على هذا الخليط كما تشوفوا فيه خليط متجانس. راح نرجعوا طريقة الاستعمال. هذه الوصفة راح نديرها كاملة على الشعر تاعي من الجذور، ونبقى نحرك بحركة دائرية عفوا في فروة الرأس تاعنا، لأن هذه الوصفة راح تنمي لنا الشعر تاعنا، تخليه ينمو، وكذلك تمنع التساقط وتغذي الشعر تاعنا بطريقة جيدة، وتعطينا الشعر تاعنا لون لامع وحيوية تاع الشعر تاعنا، يعني فرد الشعر في هذه الوصفة. راح نضع هذه الوصفة لمدة نصف ساعة
على الشعر تاعنا، يعني في الحمام غسلي شعرك عادي بالشامبو وديريها خليها لمده نص ساعه، ومن بعد عاد تشلي الشعر تاعك راح تعطيك نتيجه رائعه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما تنساوش تخلونا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.